سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم مع فيديو جديد اللي غادي نحضروا فيه كيكه الفرامبواز. ضروري تجربوها، كتجي روعه وغادي تولي معتمده عندكم، سهله وبمكونات جد بسيطه. نبداو الوصفه. اولا غادي نحتاجو 2 ديال البيضات، نزيدو عليهم رشه ملح مع كيس من سكر فانيلا من فئه 7 غرام. نخلط الكل جيدا فقط بالضرب اليدوي. من بعد كنضيفو 6 معالق كبار من سكر سنيده. نخلط جيدا دون توقف مع اضافه المكونات. نضيف دانون بنكهة الفانيلا، 2 معالق كبار من الحليب البارد مع نصف كوب زيت نباتية. دائما كنعبرو بكأس العنبة. جميع المكونات غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. مازال لينا 3 ديال المكونات. طاحين غادي نحتاجو ليه 3 ديال الكؤوس، دائما كنعبرو بكأس العنبة، وكيس ونصف من خميرة الحلويات من فئة 7 غرام، وفي الأخير كمية من الفرامبواز. نخلط جيدا ثم نفرغ الخليط في آنية فرن مدهونة بالزبدة دائما، ثم ندخل الكيك إلى فرن بدرجة حرارة 170. إلى عندكم أي سؤال ما تنسوش تخليوه لي في التعليقات وغادي نجاوبكم إن شاء الله. هذا هو شكل. غادي ننزلوه في طبق تقديم وغادي نرشوه بسكر كلاصي من الفوق. مزيان كيبقى اختياري، ما نقولش لكم اللذه اللي كيجي فيها الكيك. نتمنى تجربوا الكيك وتخليوا لي رايكم في التعليقات، ونخليكم مع تتمات الفيديو والى فيديو جديد ان شاء الله. ودمتم في امان الله ورعايته. باي باي.